دكتور احمد، ايه الحل للرياضيين اللي بيشتكوا من الام الكتف بعد التمرين؟ وهل لازم يعملوا فحوصات ولا لا؟ اول نصيحه احب اقولها للرياضيين اللي بيلعبوا اي رياضه مهما كانت، لما يكون في اي اصابه في الكتف ولا سيما ان الاصابه دي حصلت بعد التمرين واستمرت اكتر من 24 ساعه، ان هم يتوجهوا لحد متخصص في اصابات الملاعب، وبالذات الناس المتخصصين في الكتف. احنا عندنا دلوقتي الطب كله سب سبيشالايزد، ففي ناس معينه هي اكتر ناس تفهم في اصابات الملاعب واصابات الركبه والكتف. مش نروح لدكتور عظام عام او ممارس عام، دي حاجه مهمه جدا. بالنسبه لتشخيص الام الكتف، لما بنفحص المريض بنشوف المدى الحركي بتاعه، بنشوف الحتت بالظبط اللي بيشتكي منها. ساعتها بنبدا نشوف الشخص ده محتاج يعمل فحوصات زي الرنين او الاشعات العاديه، ولا الموضوع لا يرتقي لان احنا نعمل فحوصات. لكن مش بنعمل فحوصات من دماغنا، ومش بنعمل فحوصات بناء على طبيب غير مختص بهذا الامر. فاحنا لما بنعمل اشعات للمرضى اللي بيشتكوا الام في الكتف، غالبا بنلاقي التهابات في المحفظه المحيطه بمفصل الكتف، او التهابات في الاوتار الداخليه، واحيانا بيكون الاصابه عنيفه شويه ترتقي لان يحصل اصابه في الغضروف المبطن للنتوء بتاع الكتف، او قطع جزئي او كلي في الاوتار اللي بتحرك عضله مفصل. وهذه الاشياء عاده بتحتاج وعلاج طبيعي، ولكن يوصف بطريقه معينه. احنا اللي بنوصف تمرينات معينه او اجهزه معينه يستخدمها دكاتره العلاج الطبيعي، بنوجههم يعملوها للمرضى. زائد ان بعض الامراض قد تحتاج تدخل جراحي بالمنظار اذا لزم الامر، وده بيحدده مختص اصابات الملاعب.